رد طبعا حول فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي الذي سكت ظهرا ونطق كفرا، ظهر متلبسا بعدما كان مختفي ومختبئا. أطلق سمومه وأطلق لدغات الثعبان طبعا بإعاز من المخزن المغربي، وقال بأن باسكو عندنا دي ستاد اوسي بور هاد لي جون. انا نعرف لي سيليكسيون جون لعبنا بارتو. لا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد المنعم. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن إعلام الجزائري ينفجر بالبكاء بعدة إعلان الفيفا بناء المغرب لأكبر ملعب في العالم نهائي والجزائر تعترض. وهو يفكر كيف يحطم هذا المنظومة، هذه الدولة الفتية اللي نال استقلالها بفضل تضحيات كبار. الجي بعد جيبهم سان جوي. انا من الاول نقول لك انا لا، على ما تخليهمش في عنابه. أقول لفوزي لقجع الجزائر أكبر منك والشعب الجزائري. من ملايين من شهداء، من أبطال الجزائر، من خيرة أبناء هذا الجزائر هذا. إذن بداية من الاستقلال بداو يديروا لنا المشاكل باش يحضروا لغة البساطة في حرب الرمال. بداو يديروا لنا المشاكل في بداية بحرب الرمال، وين حاولوا انه يستولوا على بعض الولايات ولا بعض المدن اللي تابعه للجمهورية الجزائرية، واللي فيها ذاك الوقت يعني الشعب الجزائري بكامله برمته جنوبا شمالا شرقا وغربا اتكثف كلحمة واحدة كجسد واحد، وراح يخرج هذا الغزو اللي من المفروض خرجنا من حرب دامية، من حرب استقلال كبيرة. من المفروض يآزرونا في هذا المدة هذه، يآزرونا ويقفون معنا ويشدونا من درانا ويرافقونا باش نبنوا الدولة تاعنا. فإذا به هذا الكيان المخزني لا يحب خيرا للجزائر وللشعب الجزائري، بدليل أنه اليوم من المفروض لعبة كرة القدم ولا لعبة الرياضة هي لعبة تاع تآخي، تاع التآزر، تاع التعارف، تاع بناء الوحدة، تاع ذوب الجليد إن كان جليد سياسي للمتعة وليست لأي شيء آخر. نعم، هي الوجود تاعها هو لعب رياضي.